لا 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 لا، اوعي تكوني فاكره ان انا هعمل يا اختي محشي. انت فاكره ان انا عندي طاقه اقف بالساعات الف واسلق واحشي والكلام الفارغ ده كله، وفي الاخر يتاكل في 5 دقايق كده؟ ها، لا 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 لا. هاتي بس الكرنبايه بتاعتك وقطعيها كده 100 ألف قطعه زي ما انا بعمل كده، وهوريك انا بس ايه الطريقة دي اسمها ايه، هعرفك اسمها ايه. دي اسمها يا اختي المكمورة الشتوية. المكمورة الشتوية دي حاجة كده من افتكاسات امي، اه والله بجد. امي اللي مفتكس امي اللي يعني ايه، امي اللي اخترعتها. ليه؟ لان كل ما اقول لحد عليها يقول لي ايه ده، ايه ده، ايه ده. طب ما تيجي انا اوريكم انا بعمل ايه، وانتوا احكموا بقى ايه ده ولا مش ايه ده. تمام، احنا قطعناها. جبت الكرنبايه بتاعتي، احلى ما فيها انك انت تقدري تعملي منها 2 3 4 يعني براحتك. كان عندي بقى كيس صلصة محشي كده، ورحت طلعته، حطيت عليه شوية خضرة وبصلاية ومكعبين مكعبين من الماجي، وضروري جدا زودناهم مية مع شوية فلفل اسود، شوية ملح، وحطيتهم كده يغلوا. اهم حاجة ايه؟ ان يبقى فيها الصلصة بتاعتها خفيفة، يعني بعد ما تسبكت خالص نزودها ايه بالمية. ننزل بقى بالكرنب بتاعنا اللي قطعناه وغسلناه، خلي بالك ان انا غسلته. ايوه، عشان ما حدش يقول لي ايه ده يا، هو انت قطعتيه من غير ما تغسليه؟ لا، انا قطعته وبعدين غسلته، حطيته في المصفى وحطيته في الصلصه. تمام. اه يانا. عندي نص كيلو من الرز بقى، رحت حطاه عليه. قلبي 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 وغطي بقى وسيبيها نص ساعة على نار هادية بعد ما تغلي، أول 10 دقايق. وبعدين افتحي عليها يا أختي كده بعد نص ساعة، شوفي المنظر الجبار ده. الجمبري بصي، ولا في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. اسمها ليه المكمورة الشتوية؟ لان هي بصي حاجة كده بتدفي، حاجة سهلة، وبتبقى كلها لخبطيطة في لخبطيطة كده، بتبقى طعمها بصراحة حكاية. انا بص كبرت ومعايا ولاد، ويوم ما اقول لهم انا هعمل مكمورة بيبقى الدنيا كلها بصي يعني فرح في فرح، بيعشقوها والله. انا لما بروح عند امي بقول لها اعملي لنا تاكلي ايه، اقول لها انا عايزه حله مكموره من بتاعتك كده، تمام التمام. انا بقى وبناتي الصلاة على النبي علينا ننزل في الصينية دي كده ونفضي كله كده اهو، مع معلقة سمنة على الوش كده، رشرشي رشرشي، والف هنا وشفا. في اسهل من كده يا اختي؟ مفيش. في اطعم من كده يا اختي؟ مفيش. صلى على النبي كده، وحطي لايك حلو، وقومي اعمليها، مش هتاخد منك اي حاجة. والله اكلة جميلة جدا، وهستنى تقولي لي رأيك فيها ايه.